من مصر للكويت لأمريكا، ومن مطبخ بيتها وصلت العالمية وبإيد ونفس مصري أصيل وطريقة غير مباشرة خلت الأطباق التقليدية المصرية منتشرة في أمريكا وفي أقل من سنة. تعالوا نعرف حكاية مي فؤاد وإزاي قدرت تبقى أشهر شيف في نيويورك، وإزاي حببت الأجانب في الأكل المصري الأصيل بروايحه المبهرة، مفاجأة عن جوزها ودعمه ليها. زي بنات كتير نفسهم ينجحوا ويحققوا ذاتهم، مي فؤاد من المنصورة عندها 32 سنة، اتخرجت من كلية آداب وثائق ومكتبات فسافرت الكويت، ولكن للأسف ما توفقتش، ومن الكويت على أمريكا، وهناك بدأت مي رحلتها. مي عندها هواية الطبخ، ولما سافرت ما كانتش عارفة تشتغل إيه رغم إن الشغل كتير في أمريكا وكان قدامها تشتغل، ولكن هي اختارت الحاجة اللي مش منتشرة في أمريكا وفي نفس الوقت محترفة فيها وتقدر تثبت نجاحها فيه وفي وقت قليل كمان. وفعلا خلال سنة بس كانت مي اتعرفت وصوتها مسمع في كل حتة في نيويورك. فعلا بدأت تطبخ من البيت وتبيع. في الأول مي نزلت الشوارع بالعربية في نيويورك، زي شارع ستين واي في ستوريا، ولفت على القهاوي والمحلات بتاعة العرب، كانت بتفرجهم على الصفحة بتاعتها وتقول لهم إنها تعمل أكل مصري. وفي وسط كل ده مي اتعرفت على جوزها المصري اللي بالمناسبة ما اتجوزهاش إلا لما داق عمايل إيديها وحب أكلها جدا، فهو دلوقتي بيساندها وبيشجعها على طول وبيساعدها في توصيل طلبات للزباين الأجانب. واحدة واحدة بدأت مي تتشهر أكتر، وكل اللي يجرب أكلها يطلب تاني ويرشحها لمعارفه، وبقت دايرة زباينها مش عرب بس ولا مصريين لكن كمان أجانب. كانت مي هي السبب في زيادة وزنهم، ومن حلاوة الأكل بقوا ياكلوا بكميات. قالت مي الحمد لله لقيت تشجيع كبير وناس كتير، وناس كتير بدأت تطلب، والأجانب كمان كان بيعجبهم الأكل قوي، وبالنسبة لهم إن في مصر دي حاجة كبيرة وعظيمة جدا. مي قدرت إنها تخلي المحشي والممبار والبشاميل وطحال والفشة والكرشة وكوارع وشوربتها والورق عنب الدايب زي ما الكتاب بيقول إنه يوصل لبيوت الأمريكان ويبقى أصناف وأطباق رئيسية على سفرهم. المشروع الصغير اللي بدأ من مطبخ بيتها وصل للعالمية فعلا، وانتشروا في ولايات كتير زي نيويورك وتكساس، وده في أقل من سنة. مي مش همها ولا هدفها الوحيد الفلوس والشهرة وإنها تكبر المشروع، ولكن ليها هدف أكبر وأسمى من كده، وهي إنها تنشر الثقافة المصرية واللغة العربية بين الأجانب ويكون ليها تأثير عليهم في الغربة، وزي ما تتعلم منهم هم كمان يتأثروا بيها ويتعلموا منها، لدرجة إنها لما بتكتب أسماء الأكل على العلب بتكون بالعربي مش بالإنجليزي زي ما البعض بيعتقد. مي ما كفتش بالأكل الحادق وبس، لكن دخلت في المنيو بتاعها الحلو المصري الشرقي زي رز بلبن وأم علي، فأكلها محدش بيقدر يقاومه من حلاوته ونظافته، وده لأن مي بتاخد ريفيوهات من الزباين وطلباتهم المخصوصة وبيحبوا إيه وما بيحبوش إيه. مي نموذج للبنت الناجحة اللي تقدر تفوت في أي حاجة تتحط فيها وتنجح، ولو كانت كملت في الكويت كانت هتنجح برضه، ولكن خطط ربنا وترتيباته مفيش أحسن منها. ربنا كاتب لها تسافر أمريكا وتشتغل هناك عشان تتعرف على جوزها وتتجوزوا. رأيكم إيه بقى في اللي عملته المصرية مي فؤاد في غربتها في أمريكا؟ ولو أنت مكانها وفي غربة ممكن تشتغلي زيها في الأكل المصري برضه؟